السلام عليكم متتبعين قناه جبارين فامي شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اللي عباره عن عراضه والطريقه ديال التحضير، كيفاش كنحضر العراضه باش يبقى ليا الوقت ويجي كلشي منظم. كنحضرها بواحد 3 ايام او 4 ايام قبل، داكشي اللي كيتحضر قبل وكاين اللي كيتحضر في نهارو. تابعوا معايا ان شاء الله الفيديو كامل باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله، باش تشوفوا معايا الطريقه والمراحل اللي كندير. هنا كما كتشوفوا حضرت الدجاج معمر بالفيرميسيل والكبده ديال الدجاج. هاد الطبق اللي كيجي زوين صراحه في التقديم. الدجاج من الاحسن كيكون دجاج صغير او كوكلي، لانني كنطيبه في الفران وكنرافقوه بالخضار وكنزوقوه بالبيض والطوماط سوريز. وكذلك الطبق الثاني عباره على اللحم مزوق بالبرقوق والمشماش واللوز الفيلي. والتحليه كانت عباره على كلاص هو اللي غنرافقو مع الديسير. ما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم اي جديد، اي وصفه حطيتها تشوفوها نتوما الاولانيين ان شاء الله. مرحبا بالناس اللي كيشوفوا اول مره لاشين، ما ينساوش يديروا ابوني وتفعيل الجرس. هنايا كيف قلت لكم هنا غنوجد واحد الزعلوق غيكون مرافق لهذاك الدجاج. اول حاجه كندير هي كنشوي الدنجال وفلفله حلوه ومطيشه. هادشي كنوجد بواحد يومين قبل. كنوجد داك الزعلوق كنديرو في واحد البواط وكنديرو في الفريغو. فهنا كما كتشوفوا التحضير ديال الزعلوق. ان شاء الله مازال نعطيكم كل وصفه بوحدها بالمقادير المضبوطه ديالها. اليوم غتشاهدوا معايا غير المراحل ديال التحضير. فهنا بعد ما شويت الفلفله والطماطيشه حتى هي كنشويها، كندير كلشي كيتشحر في واحد شويه زيت العود والتوابل. هادشي كيف قلت لكم كنوجدو قبل بواحد يومين. كنوجد الزعلوق هنايا مع انايا ان شاء الله مع داك الدجاج اللي معمر غنديرو في الطبق ديالو. غنرافق مع شويه ديال المرقه ديال الدجاج. الدجاج طيبته في الفران وهذيك المرقه اللي كتهبط في اللاطه ديال الفران كنعاود نشحرها مع شويه الكبده وكنديرها مرافقه للطبق مع الزعلوق ديالي. ها هو وجد في الاخر كنضيف ليه شويه زيت العود والحامض. مازال نعطيكم الوصفه. فكنخليه حتى كيبرد وكنديرو في واحد البواطه وكنديرو في الفريغو. ان شاء الله مازال غنعطيكم اي وصفه في هذه الوصفات اللي حضرت في العراضه. مازال ندير لكم فيديو لكل وصفه. خليوا لي التعاليق باش نسبق الوصفه اللي كان عليها الطلب اكثر. اي وصفه راه غنحطها لكم بالتفصيل. دابا غير درت لكم كيفاش كنحضر العراضه، كيفاش كنوجد قبل. هنا ملي وجد كيف قلت لكم تنخليه حتى كيبرد وكنديرو في واحد البواطه. ملي ساليت الزعلوق دابا غندوز للتحليه اللي هو عباره على الكلاص اللي شفتوه المرافق للديسير. حتى هو كنوجدوه من قبل وكنخليه في الفريغو تقريبا بنهار قبل او يومين. هنا التحضير ديال الكلاص. مازال ان شاء الله نعطيكم الوصفه كامله. هنا كنوريكم غير المراحل. هنا من بعد كيوجد الكلاص ديالي كنقسمو على جوج، واحد كنديرو ديال الكراميل واحد ديال الفاني. هنا غنديرو في المول ديالو. وهنا الشرموله ديال الدجاج كنشرملو بيوم قبل. هنا كنقطع الربيع كنقطعو كنستعن بهاد لاباراي صراحه كتسهل. وهنايا كندير العطريه ديال الدجاج الشرموله ديال الدجاج. كندير العطريه ديال الدجاج شويه ديال السمن. كندير شويه ديال الحامض شويه ديال الزيت مخلط بين زيت العود والزيت العاديه. كندير الخرقوم. كندير سكينجبير شويه بالزيت. ما كنكثرش الملحه لانه كاين الحامض. هنايا شنو كندير اخر؟ كندير العطريه ديال الدجاج وشويه ديال الابزار شويه الزعفران والثومه بيان سور. غنعطيكم الوصفه ان شاء الله. دابا كنوريكم غير المراحل. وهنا الدجاج كنشرملو الدجاج ديالنا بيان سور من بعد ما تغسل واستقطر. كنغسلوه حتى هو قبل كنخليه في الثلاجه او الفريغو. المهم على لقيتيه انت غسلتيه الا غسلتيه قبل الوقت كتخليه في الفريغو. كتجبديه كتعاودي ديري ليه الشرموله ديالو بعد ما غسلته بالملحه والحامض كيتغسل مزيان. هنا كندير له الشرموله مزيان كندخلها له لداخل حتى بين الجلده واللحم ديالو. كندخل الشرموله مزيان باش يتشرب. هادشي راه كنديروه الا كان عندي العراضه في الغدار كنديرو في الليل، وحتى الا كان عندي النهار الاخر في العشاء كنديرو بيوم قبل. كتشاهدوا معايا الطريقه. هنا من بعد ما كنكملو كندير ليه واحد السلوفان وكندخلو للثلاجه. انا هنا مع
كانت عندي العشاء فوجدته بالليل، والنهار الاخر في الصباح عاد جبدته عمرته بالفيرميسيل والكبده والشامبينيون مع العطريه ديالو. وهنايا كما كتشوفوا الفيرميسيل والزيتون المقطع والشامبينيون. وكنبدا نعمر الدجاج ديالي بالفيرميسيل. صراحه طبق كيجي زوين. كما كتشوفوا كندخل العماره، ومن بعد راه كنقبطو بالخيط ديالو، كنقبط ليه رجليه، ونو غيطيب في الفران ما كيتحلش لانه غيطيب في الفران. ان شاء الله غنعطيكم الوصفه حتى هو. هنا كنعمرو وغنطيبو في الفران. خليته انا عمرته خليته واحد الساعه ولا تقريبا شي ساعتين، ومن بعد دخلته الفران كنغطيه بالورق المطبخ. عاد كندير الورق الالومنيوم لانه كيقولوا ماشي صحي الا دار فوقو ديريكت. كندير فوقو ورق المطبخ، ومن بعد عاد ورق الالومنيوم. تيطلب تقريبا، انا هنا خديت الدجاج شويه صغير فيه كيلو ونص بحال جاي الكوكلي دغيا كيطيب. هنا من عمرته قبضت ليه رجيلاتو صافي كنخليه على جنب. كنمشي نوجد الخضره اللي غادي نرافق معاه. فالخضره كنوجدها بنهارها باش ما تخسرش ليا. هنا الكورجيت كنقطعها طويله بحال هكا، كنغسلها وكنقطعها طويله. من بعد غنفورها هي وخيزو بطاطا. واللوبيا اللوبيا وخيزو كنديرهم لتحت، وبطاطا والكورجيت كنديرهم الفوق لحد غير كيطيبوا هنا في الكسكاس ديال البرمه. وفي الوقت اللي كتكون الخضره فيه كتفور، كنجي هنا كنشرمل اللحم. كنشرملو كنخليه حتى هو على جنب. كنشرملو حتى هو بالشرموله ديالو كنخليه. وعاد كنمشي للدجاج من بعد ديك ساعه ولا ساعتين كندخل الفران. بعد ما كندير له ورق المطبخ من فوق الالومنيوم باش ما يتحرقش حتى كيبدا يتحمر. عاد كنحيد من فوق هذاك الورق. كندخل الدجاج الفران. كنجي كنسوطي الخضره كل وحده بوحدها، وما كنديرش لها لا معلقه لا والو. كنحركها هكا بالمقله لانها تكون دغيا كتخسر دغيا كتهرس. الخضره بوحدها كندير لها شويه الثومه وزيت العود شويه البزار شويه الملحه. كما كتشوفوا هنا بطاطا حتى هي كندير لها شويه ديال الربيع شويه ديال الثومه شويه الكمون الملح والبزار. وكنحط الخضره اللي صوطيت بحال هكا كنحطها في واحد المول ديال الدجاج باش من بعد كندخل الفران تسخن لان ما غاديش تعاود تسحب. هنا عاود غنصوطي الكورجيت. قلت لكم كنحطهم في واحد المول ديال الدجاج باش يدخلوا للفران يتسخنوا. ملي كنسالي من الخضره كندوز كنجبد الدجاج كنلقاه طاف. كنعاود ندير له كنحيد له هذاك الورق وكندهنو بالمطارد وشويه ديال الزبده. كنرجعو يتحمر. هنا ملي يتحمر كنغطيه بواحد البلاستيكه. كنغطيه بالبلاستيك الغذائي وشي منديل باش ما يقصحش لينا حتى الوقيته ديال ساعه يكون قريب نحطوه العشاء. من بعد كنمشي نجبد الكلاص ديالي باش ندير له الديكوراسيون. في حين كنكون رديت اللحم ديالي باش يطيب. وهنا كنجبد الكلاص كندير له ديكوراسيون ديالو. كندير له شويه الكراميل شويه حبوب الشوكولا، وكيكون عندي شويه هنايا كنشاط عليا شويه ديال الشونتي كنعاود نزوق به. الديكوراسيون راه المهم على حساب المتوفر عندي في البيت كنديرو، ماشي المهم داكشي اللي عندي في الدار كنزوق به. وهنا كنوجد بيض سمان باش غنزوق الدجاج. وهنايا كنست في الديسير ديالي. كاين عندي هنا 2 اناناسات كل نص درتو في القنت ديال الطبق اللي اللي غنوجد. وخليت واحد البليصه الوسط لاني مازال نحط هذاك الطبسيل اللي عنده واحد الدرجه اللي غنحط فوقه الكلاص. كنخليه تما المهم كنوجدو كنخليه حتى على جنب حتى حتى كيبداو الناس كيتعشاو. ومن بعد عاد كنحط الكلاص الوسط. المهم كنوجدو بعد ما غسلت الديسير وخرجت استقطر كنوجد الديسير حتى هو باش ماشي حتى لديك الوقيته عاد كنبدا نصايب فيه قبل. فانا بعد ما غسلت الخس كنستفو. الخس حتى هو البنات راه كنديروه قبل وكنخليه يستقطر باش يتنشف مزيان. كنديرو شويه الماء والخل ومن بعد كنستفوه. هنايا كان عندي واحد هنا واحد البلاطو كبير ديال الضياف كنحط فيه الدجاج ديالي. وهنا كتشوفوا كنحط الخضره هكا وحده مقابله لوحده. وهنا كيبقى لي غير ديكوراسيون بشويه الزيتون وكنزوق شويه ديال البيض السمان والطوماط سوريد اللي صايب من قبل اللي وجدتهم. وكندير ديك الشعريه فيرميسيل كتبقى لي واحد شويه شحرته كنديرو تما وسط الدجاج.
وهنا اللحم حتى هو كنزوقو بالمشماش، وكندير نورمالمون فكندير في وسطو اللوز. هنا ما عنديش، درت اللوز افيلي حمرته ودرتو هنا وسط ديك المشماشه كيجي بحال شي وريضه، والبرقوق. المهم ديكوراسيون على حساب المتوفر عندكم في البيت. وهنا الكلاص كيجي بحال هكا الديكور ديالو، البليصه اللي خليت وسط البلاطو ديال الديسير. كنحط هذاك الحامل ديال الكيك وكنحط فوقو الكلاص كيجي زوين. وهذا هو الشكل ديال الطبق مع شويه ديال مرقه الدجاج والزعلوك. الشكل ديال الطبق النهائي هو هذا. كنتمنى يعجبكم، وما تبخلوش عنا باللايك وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والمواقع، في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي باش تدعموا القناه. وكنشكركم بزاف. فهادو هما الاشكال ديال الاطباق اللي قدمت للضيوف ديالي، كنتمنى يعجبوكم. كنشكركم مره ثانيه، والى اللقاء الى وصفه قادمه. ما تنساوش تخليو التعاليق وتفعلوا الجرس.